السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ طبعا احنا داخلين على الشتاء وعايزين مشروبات دافيه. من المشروبات اللي بتبقى طعمها حلو جدا السحلب، فاحنا هنعمل السحلب في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا، وهيبقى زي الجاهز بالظبط. يلا نبدا بسم الله. جبت هنا 2 باكو من الفانيليا. جبت سمسم، طبعا حسب رغبتك انت الكميه اللي هتحطيها. هنا بقى جبت جوز الهند وطحنته جدا حلو. شايفين؟ خليته زي البودر بالظبط، شايفين؟ بقي بودر يعني. طبعا نفس المقدار جوز الهند هيبقى ايه؟ النشا. ضفت النشا الاول وبعد كده جوز الهند من ما طحنته، شايفين شكله عامل ازاي؟ هضيف عليهم طبعا السمسم و2 باكو من الفانيليا، واقلبهم كده كلهم في بعض زي ما انتم شايفين كده اهوت. شايفين؟ يعني طريقته سهله وبسيطه. دلوقتي بتجيب الكيس يعني بجد بيبقى مفيهوش وبيبقى سعره غالي جدا، فاحنا هنعمله في البيت بطريقه سهله وبسيطه. شايفين؟ بجد طعمه تحفة، وتكلفة بتبقى أقل طبعا في البيت. طبعا أنا هنا هجربه لكم. جبت كوباية من اللبن، هحط عليهم كوباية ونص، معلقة ونص كده، عفوا معلقة ونص كده اهوت من السحلب. طبعا احطهم على النار واحط معاهم السكر حسب رغبتك انت. شايفين الجمال؟ بجد جميل جدا وطعمه حلو، يعني طريقته سهلة وبسيطة جدا. واللي عجب الفيديو لحد هنا ينساش يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم.